السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله هنشرح مع بعض إزاي نقلل سرعة النت في الراوتر. طبعا كلنا بنعاني من مشكلة إن الباقة بتخلص في نص الشهر، وساعات كمان ما بتجيبش نص الشهر. فالنهاردة هنشرح إزاي نحل الموضوع ده. هنهدي السرعة شوية والباقة هتطول معاك إن شاء الله. يعني الموضوع ده كان بيحصل معايا، ما كانتش بتجيب 10 أيام. لما قللت السرعة شوية يعني تقريبا بقت بتجيب معايا 20 يوم أو 25 يوم. وكله برضه من استهلاكك، بس لما تقلل السرعة شوية فهتطول معاك. النهاردة أنا هشرح على 7 وجهات، 7 موديلات راوتر مختلفين. هتشوف الراوتر بتاعك أي واجهة فيهم وإيه هتكمل هتطبق ورايا الشرح. طبعا أنا مش هقدر أغطي الواجهات كلها، سواء أنا هشرح من كمبيوتر أو من التليفون. ف الشرح واحد يعني مش هيختلف كتير. لو ما كنتش عارف اصلا تفتح صفحة الراوتر سواء من على الكمبيوتر او من على التليفون، هسيب لك هنا فيديوهين في الوصف كنت شارح فيهم ازاي تفتح صفحة الراوتر، لان اليومين دول في مشكلة اصلا ما بتعرفش تفتح صفحة الراوتر. ال7 أو ال6 وجهات اللي انا هشرح عليهم النهاردة ان شاء الله، هما كلهم نفس الخطوات. اللي هنعمله هنا هنعمله هنا، بس ال7 دول انا جمعتهم كده، دول اللي منتشرين هم عند معظمنا. فحتى لو ما لقيتش الواجهة بتاعتك او شكل الراوتر بتاعك في اللي انا هشرحه ده، هي نفس الخطوات نفس السيستم هتمشي عليها، وإن شاء الله تقدر تحل المشكلة. هنخش في الشرح على طول. هنيجي كده لأول موديل راوتر معانا اللي هو ZTE Zixan H168N فيرجن 3.1. ما تعلقش دماغك بالموديل قوي، أهم حاجة إن الواجهة دي زي اللي عندك أو مشابهة للي عندك، وهتعرف تشتغل عليها وتحل المشكلة أو تخش تهدي السرعة. أول حاجة هتكتب ال IP الرئيسي بتاع الراوتر اللي هو 192.168.1.1. وبعدين هتكتب اليوزر نيم ادمن، والباسورد ساعات بيكون ادمن وساعات بيكون متغير. فلو مش ادمن هتلاقيه على ظهر الراوتر. فهتيجي تكتب الباسورد وبعدين تسجيل دخول. وبعدين هتيجي هنا من فوق على لوكال نتورك، وهتيجي من هنا تضغط على الدبليو لان. طبعا هنروح على الخيار اللي هو مود ده هنروح عليه في اي راوتر هنفتحه هنخش على الخيار اللي هو مود ده. زي ما انت شايف هنا انا مهدي السرعة، هي عندك هتكون على اعلى سرعة اللي هي الميكسد 802.11 بي. بس انا هنا مخليها على اللي هي الاي 3 اي دي 802.11 بيقول لي. الخيار ده بيخلي الراوتر يوصله سرعة اللي هي 5 ميجا بس. فانا هوريك كده الاول السرعه اللي واصله الراوتر كام. انا دلوقتي مهديه، هو عندك هيكون على الخيار الاول اللي هي سرعه الراوتر بتوصلك كام عادي. فانا هنا سرعه الراوتر بتوصلني حوالي 5 ميجا 4.7 يعني 5. فانا هرجعه زي ما هيكون عندك بالظبط. انت اول ما تفتح هتلاقيه على الخيار ده. هقيس السرعه كده وهو عليه. طبعا كل خطوه لازم تضغط ابلاي بعد ما تحطه على الخيار اللي انت عايزه، تضغط ابلاي عشان يعمل حفظ للكلام اللي انت عملته. زي ما انت شايف سرعة الراوتر بتوصل 28 ميجا، فأنا مش محتاج ده كله. فأنا هرجعه تاني على السرعة ال5 ميجا، وهي كويسة جدا وبتفتح كل حاجة، بتفتح فيديوهات، بتفتح بس، بتعمل كل حاجة. وبعدين هضغط أبلاي. وده كان أول موديل راوتر معانا. هنخش على الموديل اللي بعد كده. هنيجي هنا نكتب اي بي الراوتر الرئيسي اللي هو 192.168.1.1. أنا هنا هفتح صفحة الراوتر من على الكمبيوتر، مش هتختلف في أي حاجة، هطبق نفس الشرح على الموبايل. هاجي هنا اكتب الباسورد واليوزر نيم، اليوزر نيم ادمن والباسورد ادمن. ويشوف عندك لو ما كانش الباسورد ادمن هتلاقيه على ظهر الراوتر. وبعدين هضغط لوج ان. هاجي هنا هضغط على نتورك وبعدين دبليو لان. وهروح برضو على الاختيار اللي هو مود. هلاقيه عندي هنا على اعلى سرعة اللي هي الميكسد 802.11 بي زائد 802.11 جي زائد 802.11 ان. فهخليها على أقل سرعة اللي هي التلاتة اي. فقبل ما اجي كده اخليه على أقل سرعة اللي هي دي. فهوريك الأول سرعة الراوتر اللي عندي كام. سرعة النت عندي بتوصل ل13 ميجا تقريبا. فهاجي هنا أهدي السرعة وبعدين هضغط submit. هلاقي السرعة وصلت معايا ل5.2 يعني تقريبا 5 ميجا.
طبعًا الاختيارات التانية دي ما تختارش أي حاجة منها، لإن هي زي عدمها، يعني لو اخترت حاجة مش بتقلل السرعة خالص، هي بس الاختيار اللي أنا اخترته ده هو اللي بيخلّي السرعة 5 ميجا. هنيجي نخش على الواجهة اللي بعد كده وهي واجهة الداتا المشهورة، طبعًا معظمنا عنده الراوتر ده، هتيجي تكتب كده الIP الرئيسي للراوتر اللي هو 192.168.1.1. طبعًا هتيجي تحط الuser name والباسورد الافتراضي admin. لو الباسورد عندك مش admin فهتحط الuser name admin والباسورد اللي على ضهر الراوتر، وبعدين هتضغط login. هتيجي هنا من القائمة الجانبية تضغط على basic، وبعد basic هتضغط على WLAN، وهنروح هنا مع بعض على الاختيار اللي هو مود. زي ما انت شايف كده في اي راوتر دخلنا عليه بندور على الاوبشن اللي هو اوبشن مود. فاي راوتر هتدخل عليه ايا كان لو مش موجود حتى في الفيديو هتدور على الاوبشن ده وبعدين تبدأ تقلل السرعة منه. زي ما انت شايف كده هو على 802.11 بي باي جي باي ان. الراوتر ده فيه ميزة جميلة قوي ان انت بتقدر تحدد السرعة بعدد الميجات، فهتحطه على الاختيار اللي هو تحتها على طول اللي هو 811 بي باي جي. هتحطه على الاختيار ده هتلاقي فتح لك بعد ما تحطه على الاختيار ده هتلاقي فتح لك خانة جديدة اللي هي ريت، هتلاقيها عندك اوتو. تضغط على السهم الصغير اللي جنبها ده وتحط عدد الميجات اللي انت عايزه، يعني انت ممكن تحط 1 ميجا 5 ميجا زي انت ما حابب. فانا هحط هنا على 6 ميجا وبعدين هاجي اضغط على submit. هروح كده اجرب السرعة اشوفها وصلت كام. طبعا هي ال6 ميجا مش هتوصل 6 ميجا بالظبط، يعني هي بتوصل اقل شوية او اقل بكتير. فانت لو عايز توصل ل5 ميجا 5 ميجا ونص فانت تحط تقريبا 7 او 8 توصل ل5 ميجا. وممكن يكون الراوتر بتاعك مظبوط ودقيق فيوصل معاك لل5 ميجا او ال6 ميجا او الخانة اللي انت هتحطه عليها على طول. هنيجي للموديل اللي بعد كده وهو راوتر DG8045. طبعا بعد ما تكتب الاي بي 192.168.1.1. انا بكرر الاي بي كتير لان انت ممكن تخش على الجزئيه اللي تخصك بس وما تبقاش عارف تفتح صفحه الراوتر ازاي. هتيجي تكتب الباسورد اليوزر نيم ادمن والباسورد على ظهر الراوتر وبعد كده هتضغط لوج ان. هتفتح معاك الواجهه دي، هتضغط هنا على هوم نتورك وبعدين هتضغط من الجنب هنا على WLAN setting. هتيجي كده هتضغط على advanced setting. هتيجي هنا تخش على اختيار transmission mode وبعدين هتضغط على السهم الصغير اللي جنبها ده وتختار منها 802.11 بي باي جي. الراوتر ده طبعا فيه ميزة برضو ان انت اول ما بتحطه على الاختيار ده تقدر تحدد عدد الميجات اللي انت عايزه من الاوبشن بتاع ريت. بعد ما تحطها على الاختيار ده من المود هتيجي هنا على الاوبشن بتاع ريت وتضغط على السهم الصغير اللي جنبه. زي ما انت شايف كده تقدر تحدد الميجات من 1 ل54. ممكن تختار 5 ميجا ونص، دي كويسة جدا بس أنا هختار 9. وبعدين هضغط على سيف لأن أنا بحتاج سرعة عالية شوية. وبكده تكون الإعدادات اتحفظت معانا على ال9 ميجا. لو جينا نقيس السرعة هنلاقيها 9 ميجا. هنخش على الواجهة اللي بعد كده عشان ما نضيعش وقت. ولو بصينا على الواجهة اللي بعد كده اللي هي زيكسان H188A فيرجن 6. طبعا الواجهة دي في منها كتير، يعني الواجهة دي موجودة هنا في وي وموجودة في راوتر اتصالات وموجودة كمان في راوتر اورنج. فأهم حاجة إن الواجهة تكون عندك أو شكل الواجهة يكون عندك أو مشابه ليه عشان تقدر تطبق الشرح. هتيجي هنا تكتب اللي هو الاي بي الرئيسي 192.168.1.1 وبعدين هتكتب طبعا الباسورد واليوزر نيم اللي موجودين على ظهر الراوتر. هتفتح معاك صفحة الراوتر بالشكل ده. هتيجي تضغط على لوكال نتورك وبعدين هتضغط على WLAN. طيب هنيجي هنا هنقف شوية لأن أنت هنا عندك شبكتين. الشبكة الأولى اللي هي WLAN 2.4 جيجا هرتز والشبكة التانية اللي هي ال5 جيجا هرتز. أنت لما تقلل السرعة على 2.4 فتلقائي السرعة هتروح ل5 جيجا هرتز، يعني ولا كأنك عملت أي حاجة. فهي بتقلب لوحدها تروح ل5 جيجا هرتز. اي نعم بيكون مش بيودي لمسافة بعيدة شوية، يعني ال2.4 بتودي مسافة اكبر بس لما تكون قريب هيشتغل على 5 جيجا هرتز وكأنك ما عملتش اي حاجة في السرعة. طيب عشان نحل المشكلة دي هنخش على WLAN باند ستيرنج. فهتيجي هنا وتلاقي الباند ستيرنج انيبل هتلاقيها معمولة اون، فانت هتغيرها وتعملها اوف اللي هو ما تبدليش تلقائي
وبعدين هتضغط ابلاي. وبعدين هترجع تضغط على WLAN Basic. بعدين هتيجي تضغط على WLAN Global Configuration، فهتيجي تنزل على اختيار المود اللي هو ده، وهتضغط على السهم الصغير اللي هو اللي جنبه ده. زي ما انت شايف كده هتلاقيها على ميكس 802.11 بي باي جي باي ان، فهتيجي كده تخليها على الاي اي 802.11 بي اونلي. دي السرعة اللي هي ال5 ميجا، وبكده تكون قللت سرعتك ايا كان بقى بيوصلك سرعة كام، 12 ميجا 13 ميجا، حتى لو بيوصلك 30 ميجا كاملين. مفيش حد بيوصله 30 ميجا كاملين، بس وليكن هيوصلك السرعة اللي هي 5 ميجا، وبتكون كويسة جدا. بتفتح كل حاجة، يعني بتفتح بس بتفتح فيديوهات، بتفتح كل حاجة، وكمان هتوفر لك في الباقة. وبعدين هتيجي تضغط ابلاي، اهم حاجة عشان اللي انت عملته يتحفظ. هنيجي ندخل على الواجهة اللي بعد كده وهو راوتر وي الجديد. هنيجي كده نكتب الاي بي الخاص بالراوتر اللي هو 192.168.1.1، وبعدين هتضغط انتر، وهتيجي تضغط على ادفانسد لو انت من الكمبيوتر او من التليفون، وبعدين هتضغط على بيرسيد 2. هتيجي تفتح معاك الواجهة دي، طبعا الواجهة المعروفة اللي هي الخاصة براوتر DN8245. هتكتب هنا الباسورد واليوزر نيم، اليوزر نيم الافتراضي ادمن، والباسورد اللي على ظهر الراوتر، وبعدين هتضغط على لوج ان. هتفتح معاك بالواجهة دي، هتيجي تضغط على ادفانسد. هتيجي من هنا تضغط على WLAN. زي ما انت شايف كده الراوتر ده فيه شبكتين، الشبكة اللي هي 2.4 جيجا هرتز، والشبكة اللي هي 5 جيجا هرتز. طيب انا لو جيت هديت السرعة على الشبكة اللي هي 2.4، لما اجي اشتغل على الراوتر هيقلب تلقائي على الشبكة اللي هي 5 جيجا هرتز، وكأني ما عملتش اي حاجة. طيب العمل ايه؟ ان احنا دلوقتي هنقفل الشبكة اللي هي الخاصة بال5 جيجا هرتز، وهنسيب بس 2.4 هي اللي شغالة. فهنيجي كده على الشبكة اللي هي 5 جيجا بيزك نتورك، هنلاقيها enable SSID. هنشيل الصح اللي هي قدامها دي، وبعدين هتنزل تحت وتضغط على ابلاي. عندك هنا 2.4 جيجا هرتز. لو جيت على ال 2.4 جيجا هرتز اللي هي بيزك نتورك اللي هي الاولى، الخيار ده بتقدر تخفي الشبكة منه، او بتقدر تحدد عدد الاجهزة، او بتقدر تغير منه الباسورد. لو جيت على الخيار التاني اللي هو ال 2.4 جيجا هرتز ادفانسد نتورك، فالخيار ده اللي احنا محتاجينه، وده الخاص بشغلنا اللي هنقلل منه السرعة. هنضغط عليه كده. هنيجي هنا نروح لاختيار مود، وهنضغط على السهم الصغير اللي هو اللي جنبها ده. زي ما انت شايف كده، لو ما كنتش انت لعبت في اعدادات الراوتر قبل كده او حاولت تغيرها قبل كده، هتلاقيها عندك على 802.11 بي باي جي باي ان. انما احنا دلوقتي هنعدلها، هنخليها على السرعة اللي هي 5 ميجا. هنحطها على الاختيار اللي هو 802.11 بي. طبعا هنا هو بيقول لك ان الاختيار اللي هو ال 11 بي باي جي باي ان هو الافضل، اللي هو الخيار اللي هو كان عليه اللي هي السرعة كاملة. فهنقول له احنا عايزينها زي ما هي كده، وهتيجي تضغط على ابلاي. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. سلام، اشوفكم في فيديو جديد.